الاضاءه في العربيه بتيجي كلها LED في الثلاث فئات، لكن انوار الاشارات بتيجي هالوجين. شبكه العربيه زي ما احنا شايفين كده بالظبط، هنلاقيها جايه كلها باللون الاسود اللامع او البيانو بلاك، وحواليها فريم من الكروم. في هنا حساسات ركن اماميه. وفي الفئه الثالثه اللي معانا التكنه دي بنلاقي برضو في كاميرا اماميه، طبعا مع الكاميرات الجانبيه والخلفيه، بتدينا 360 درجه. الفوج لايتس هنا حواليها كروم او حواليها فريم من الكروم، بصراحه شكله عاجبني قوي. وبرضو من الحاجات اللي عجباني هنا طبعا في هنا كسره كده عجباني كده في الاكسدام الامامي في العربيه، وجاي هنا جزء كده زي هوايات حقيقيه. الهوايات دي بصراحه فيها ميزه كويسه جدا، انها بتعمل تبريد للديسكات بتاعت الفرامل. دخول العربيه بيكون كيلس. من الحاجات الملفته جدا برضو في العربيه هنا المرايات الجانبيه بتاعت العربيه، اللي هي بيسموها المرايات الطايره. المرايه مش جايه في الجزء ده كده في الباب، لا بتبقى جايه هنا، بتديك الاحساس الرياضي او شكل السبورت كده يعني. طبعا المرايات هنا بتيجي ضم وكهرباء. وبيزيد في الفئه الثالثه اللي معانا دي ان بتكون المرايه نفسها كمان، اللي هي ظبط المرايه الكهرباء، بيكون في ميموري. لو جينا بصينا على العربيه من الجنب هتلاقي في كده انسيابيه ديناميكيه في العربيه، بالذات في العربيه اللي هي فيها تو تونز، او اللي هي العربيه اللي جايه بلونين، لما بتبقى سقف اسود مع اللون بودي مختلف، او مش سقف اسود بس، كمان السقف الاسود والجزء اللي جاي هنا كمان باللون الاسود، والبروز اللي جاي في الكتف بتاع العربيه وماشي بطول الجنب كله. الكتف ده مكمل الاناقه والشكل الرياضي للعربيه. لو جينا بقى بصينا على ظهر العربيه هنلاقي الظهر مكمل الشكل الانيق اللي واخداه العربيه والشكل الرياضي. هنا في سبويلر جاي برضو مكمل الشكل الانيق في العربيه، وفي هنا برضو الستوب لايت موجود في النص هنا، والازاز اللي جاي باللون الاسود مع السقف الاسود، يعني مدي شكل حلو قوي في العربيه. لو بصينا هنا هنلاقي في الكاميرا بتاعت الرجوع الخلفيه، وهنا الحساسات بتاعت الرجوع الخلفيه. ولو نزلنا هنا هنلاقي الديفيوزر اللي جاي من الفبر الاسود اللي شكله كده برضو حلو ورياضي. وهنلاقي الفبر الاسود ده مكمل في كل جوانب العربيه في العتب والرفارف، برضو عشان يشكل نوع من انواع الحمايه للعربيه. سقف العربيه بانوراما زجاجي بس ثابت، ما بيتفتحش ولا بيتقفل.